اهلا بيكم. هكلمكم النهارده عن دور البرد المنتشر دلوقتي. طبعا زي ما باين من صوتي انا اوريدي واخده برضو نفس دور البرد المنتشر دلوقتي. زي ما تقولوا كده باب النجار مخلع. وبما ان دايما يقولك اسال مجرب ولا تسال طبيب، طب انا دلوقتي مجرب وكمان طبيب. عشان كده انا قررت في الفيديو ده اكلمكم فيه عن البرد الموجود دلوقتي وعن اعراضه المنتشره هي ايه، وايه العلاج اللي المفروض ناخده وناخد بالنا من ايه بالظبط. ما تنسوش تكملوا الفيديو للاخر واعملوا سبسكرايب للشانل وشير لاصحابكم. اول حاجه هقول لكم ليه الوقت الحالي اللي هو بدايه فصل الشتاء، ليه اغلب الامراض بتبتدي تزيد في الفتره دي، خاصه البرد والانفلونزا والامراض التانية المنتشره. وما تنسوش برضو ان انا كلمتكم قبل كده في فيديو عن جدري القرود، خاصه ان هو ابتدى يظهر اوريدي في مصر وابتدى يظهر حالات في مصر. وانا هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن وهحطه لكم هنا فوق دلوقتي برضو للي عايز يشوف المعلومات الكافيه عن مرض جدري القرود. طيب ليه بقى الامراض دي بتنتشر في فصل الشتاء بالذات؟ علشان في الشتاء بتبقى الرطوبه منخفضه شويه، واغلب الفيروسات المسببه للامراض اللي احنا قلنا عليها دي بتنمو وبتتكاثر في وسط الرطوبه المنخفضه. علشان كده بنلاقي اغلب نزلات البرد واغلب الانفلونزا والحالات اللي زي كده كلها بتزيد في فصل الشتاء. يا دكتور ايه هي اعراض بقى البرد المنتشر دلوقتي؟ تعالى اقول لك كده مع بعض. اول حاجه بيبقى فيه احتقان في الجزء ده، احتقان في الانف، ويبقى فيه برضو الم في الحلق عند بعض الناس، وبيبقى فيه هنا صعوبة في البلع. مادام فيه ألم في الحلق بيبقى فيه صعوبة في البلع. بيبقى فيه بحة كده في الصوت زي ما انتم سامعين، بيبقى الصوت مختلف شوية عن الصوت العادي. بيبقى فيه ألم في الجسم عامة بسبب ان فيه التهاب اهو دلوقتي في الجسم بسبب وجود مرض، فبيبقى فيه التهاب. الالتهاب ده بيؤدي لوجود ألم في الجسم. في واحد يقول انا بصحى جسمي كله وجعني، في ألم في جسمي، حاسس بايك في جسمه. طبعا ده غير ايه، صداع من خفيف لمتوسط لبعض الناس، وبرضو ارتفاع في درجة الحرارة. وزي ما انا شرحت لكم في الفيديو بتاع الجيوب الانفيه وقلت لكم ما دام الانف فيها سيلان وما دام الانف مليانه سوائل كتير، فكل دي لما بتنزل على الرئه بتعمل كحه. فعشان كده برضو بيظهر مع بعض الناس كحه. ده كده البرد العادي. طب لما بيكون في انفلونزا بقى بتكون بتبتدي درجات الحراره تزيد، بتبتدي الكحه بتبقى شديده اشد من العادي، بيبقى الالم في الجسم اشد. ودي طبعا لازم نلجأ فيه على طول لطبيب، ما ناخدش دواء من نفسنا. لكن البرد العادي اللي انا قلت اعراضه في الاول ده سهل ان احنا نعالجه في البيت بحاجات بسيطه جدا جدا. وناخد بالنا لازم 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 ممنوع تستخدم المضاد الحيوي بدون ما تستشير طبيب. الطبيب مش هيدي لك مضاد حيوي غير لما يحس ان حالتك اولا محتاجه. ثانيا انتوا شايفين دلوقتي الحالات المنتشره جدا جدا بسبب زياده الحساسيه تجاه المضادات الحيويه، وكمان مقاومه المضادات الحيويه. البكتيريا بقت تقاوم المضادات الحيويه، فما تاخدش مضاد حيوي ابدا ابدا من نفسك. وكمان ما تروحش اي صيدليه وتروح تشتري مجموعه برد يكون من ضمنها كبسوله مضاد حيوي، عشان برضو ده غلط جدا جدا. نيجي بقى للعلاج بتاع البرد. اول حاجه لازم نعالج الاحتقان بتاع الانف والرشح والسيلان اللي موجود في الانف. ليه يا دكتور؟ طول ما الانف زي ما انا قلت لك قبل كده فيها سوائل، السوائل دي هتنمو عليها بكتيريا وبالتالي تعمل لك سكندري بكتيريال انفكشن وتدخلك في متاهات تانية، وساعتها تحتاج مضاد حيوي. ده غير كمان ان السوائل دي لما تنزل في الرئه ممكن برضو تسبب كحه. تاني حاجه ان الاحتقان الموجود في الانف ده بيقفل قناه استاكيوس الموصله ما بين الانف والاذن الوسطى، وبالتالي لما هي تتقفل ممكن ساعتها يعمل لك اوتيتس ميديا والتهاب في الاذن الوسطى، ونبتدي نخش في وجع الودان، وده بيظهر كتير جدا جدا مع الاطفال. طب يا دكتور ايه هي الادويه اللي بتعالج الاحتقان بتاع الانف ده؟ كل ادويه البرد زي ايه؟ زي مثلا بنادول كولد اند فلو، زي سيتال كولد اند فلو، زي كومتريكس، كونجستال، نوفاسيح. ادويه كتير جدا 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 موجوده، فلورست، ادويه كتير قوي قوي. تاني حاجه مهمه جدا جدا برضو ان احنا لازم ناخد مسكن وخافض الحراره. كل ده موجود مثلا في ماده البراستامول او اي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. هحط لكم برضو بعض الامثله هنا. كل الحاجات دي مهمه ليه؟ حتى لو انا مش سخن فانا ممكن يكون عندي التهاب في الحلق، ده برضو اغلب انواع المسكنات دي بتكون انتي انفلاماتوري، يعني مضاده للالتهاب اللي موجود في الجسم عامه. لو عندي الم في الجسم برضو انا مش باخده بس كمسكن، عشان في ناس بتقول لا انا مش هاخد، انا مش عايزه اخد مسكنات، انا ممكن استحمل الالم وكل حاجه. طيب في التهاب دلوقتي موجود في الجسم، فالدواء اللي انت بتاخده ده هيشتغل. لو في حراره هينزلها، لو في الم في الجسم هيقلله، لو في التهاب في الجسم برضو هيمنعه. فالدواء بيشتغل على 3 مراحل، فاوعى ابدا تستهون بيه. تالت حاجه برضو انا شايفاها مهمه جدا جدا في العلاج، وناس كتير قوي في الجيل الحديث ده بتستهون بيها، هي الفيتامين سي والزنك.
هي مش مجرد فيتامينات عاديه، الحاجات دي يا جماعه بتنهانس المناعه، يعني بتزود المناعه بتاعه الجسم، بتزود بعض الخلايا المناعيه الموجوده في الجسم اللي هتروح اوريدي تهاجم الفيروس، وبالتالي تقلل من حده المرض وهتخففك اسرع بكتير من انك انت ما تاخدهاش. فالفيتامين سي والزنك بجد بجد من الحاجات المهمه قوي قوي قوي. في ناس ممكن تاخدها في قبل العيا، او ناس تقول لك لا ده لو انا عايز امنع ان انا يجيلي المرض، لكن لما يجيلي المرض ما اخدهاش. المعلومه دي خاطئه تماما. انت لما يكون عندك برد لازم تاخد فيتامين سي، لازم تاخد زنك، لازم تشرب كمان سوائل دافيه عشان تقلل الالم الموجود في الحلق، وعشان تهدي الصدر لو فيه كحه. زي ما انا اتكلمت قبل كده برضو في الفيديو، اللي هو ان احنا كجيل دلوقتي ما بقيناش نشرب سوائل دافيه بصوره كفايه، او لما بنشرب حاجه فيها كافيين زي الكابتشينو زي الشاي الحاجات دي. لا، انت المفروض تشرب ينسون، تشرب تليو، تشرب شمر، تشرب السوائل، تشرب حلبة. الحاجات دي كلها يا جماعة بتقلل الاحتقان الموجود هنا في الزور، وبرضه بتقلل جدا جدا من الكحة لو هي موجودة. حاجات بقى فيها الفيتامين سي والزنك برضه هحط لكم الامثلة بتاعتها هنا، زي الزنك ترون، زي الليميتلس زنك، زي ادوية كتيرة قوي، زي الفيتامين سي الفوار العادي الفيتاسيد وهكذا. كل الحاجات دي مهمة جدا جدا تكون موجودة عندك في البيت، وتستخدمها سواء عندك برد او ما عندكش برد. الحاجات دي هتنهانس المناعة، هتزود المناعة بتاعتك تجاه الميكروبات الخارجية، فاوعى تستهون بيها. اخيرا احب اقول لك ان البرد عامه سيلف ليميتد. يعني ايه سيلف ليميتد؟ يعني لو انت ما خدتش علاج خالص وانت مش عايز تجيب علاج وعايز تخلي المناعه تستجيب لوحدها، انت ممكن تخف تماما. لكن مش معنى كده ان احنا نستهون بمرض، ما نسيبوش لحد ما يزيد خالص. يعني لقيت انك انت المرض معاك بيزيد مش بيقل، ساعتها لازم تتجه لطبيب ولازم تبتدي تاخد العلاج. لكن لو انت حسيت ان هو برد خفيف كده، ممكن ما تاخدش ادويه خالص خالص خالص، بس لكن ممكن نستعين ساعتها بالفيتامين سي والزنك بس بدون الادويه، ما دام المرض نفسه خفيف فمش مستاهله تاخد دواء. وما تقلقش، هو هيخف في خلال 5 ايام بالكتير. لكن لما تلاقي ان المرض عمال بيزيد حدته، ساعتها لازم تتجه لطبيب فورا وهو يكتب لك العلاج المناسب. طب يا دكتور انت قلتي علاج البرد، طب علاج الانفلونزا ايه؟ لا، علاج الانفلونزا انا مش هقوله لك في فيديو ابدا. علاج الانفلونزا لازم تتجه لطبيب فورا. الانفلونزا ما بتهزرش، الانفلونزا بتبقى شديده جدا جدا، فلازم ساعتها نتجه لطبيب عشان يكتب لك كل البروتوكول العلاجي المناسب ليك. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى انكم تشيروه لكل اصحابكم عشان يستفادوا، وما تستهونوش ابدا ابدا بصحتكم ولا بالحاجات اللي بتزود المناعه. واوصيكم بالسوائل الدافيه، لازم كل يوم تشربوا سوائل دافيه سواء ليكم او لاطفالكم. وما تنسوش بقى تدعمونا وتعملوا سبسكرايب للشانل، ولو عندكم اي كومنتس تحت يا ريت تكتبوها لنا.